السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خياتي امهاتنا ابائنا. ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير وبصحه وعافيه يا رب العالمين، وفيديو جديد ونهار جديد. وقبل ما نبدا في الفيديو نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، ونشكر كل المشتركين اللي دخلوا معنا جديد، نقول لهم مرحبا بكم، راكم في داركم، راكم مع اختكم. وربي يرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، ويشفي مرضانا يا رب العالمين. خياتي اليوم جبت لكم الحلوه تاع اليوم حلوه بالقفرات ولا اروع. الحلوه تاع اليوم هبال تاع الهبال، المقادير تاعها سهله يعني اقتصاديه، والبنه تاعها ما نحكي لكمش عليها. تجيب واحد الحشوه ولا اروع. قبل ما تبداو في الفيديو خياتي ما تنسوناش بالجيم والاشتراك مع الاهل والاحباب وشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، هكذا باش تعم الفائده مع الجميع، وهذا فضلا وليس امرا. قبل ما نبدا نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو بسم الله على بركه الله. لنا خياتي كما راكم تشوفوا قلنا الحلوه تاع اليوم سهله اقتصاديه بزوج مغارف تاع زبده، يعني ب 125 غرام رايحين ديروا حلوه تقطع لكم 24 حبه حتى ل 25 حبه، وهذا على حساب الكره استدير اللي ديروها. لهنايا قلنا بزوج مغارف تاع زبده، بحبه تاع بيض، كاس تاع سكر كلاصي. نقبضوا الكاس تاعنا هكذا نصيروه استدير ولا نغربلوه هكذا خياتي بهذه الطريقه، كاش حاجه تكون فيه ولا هكذايا. نزيدوا معاه مغرف تاع فاني، الرشه تاع الملح. هذو هما المقادير، يعني راهم اقتصاديين لحد الان، كما تقدروا تعطوها لبنياتكم هكذا يعاونوكم في الكوزينه. هنايا قبل ما نبداو انا بديت غير هكذايا بالباطور، يعني باش نستقبل ما يطيرناش هذاك السكر، وانتم تبغوا غير بالفوي ولا بيديكم راحين تقدروا ديروا هذا الحلوه. انا ضربتها هكذا بالباطور، قم يدي شويه راهي ضرتني. ولا هنا اخواتي نطلب منكم كل الاخوه والاخوات يدعوا لبنتي بالشفاء. لهنا زدت معها نص كاس تاع زيت، يعني نص كاس تاع زيت. يدعو لبنتي بالشفاء لانها راها طاحت على زداجه وحلت لها شويه موجها، يعني نتمنى منكم لان دعوه الغريب مستجابه خياتي، تدعو لها بالشفاء ليها ولجميع مرضانا وكل الاخوه والاخوات والاخواننا في فلسطين يا رب العالمين. لهنا بعد خياتي ما درت استدير هذاك نص الكاس تاع الزيت نزيدو معاه ثلث مغارف تاع كاوكاو. مغارف تاع كاوكاو. بالطبع الكاوكاو تاعنا كان محمص، يعني محمص ومدقوق هكذا يكون مهرمش. نزيدو معاه راح يعطيها واحد البنه واحد الذوق ولا اروع. خلطوا هكذا خياتي، وبعدوا وليداتكم على الكوزينه في هذا كما في هذه العواشر. ان شاء الله تفوتوا العيد تاعكم بالصحه والهنا. بعدوا وليداتكم، خرجوا وليداتكم من الكوزينه، ما تخلوهمش يقعدوا معكم، لان راهم بزاف لي زاكسيدون يصراو في الكوزينه مع استدير الاونه الاخيره، والمراه تكون مقلقه ومزروبه. بعدوا وليداتكم هكذا خياتي، وان شاء الله تفوتوا بالصحه والهنا. لهنا بعد ما كملنا هذوك المكونات نقبضوا الفرينه ندخلوها تدريجيا. لاباط تاعكم خياتي ما نديروهاش اون بات تكون استدير كيما نقولوا حنا قاصحه. لاباط تاعكم نطلبوا لاباط تاعنا تكون اون بات طريه. نقبضوا الفرينه ندخلوها هكذايا تدريجيا. لهنايا ندات لي 3 كيسان ونص، وانتم كل واحد والفرينه اللي راهو يستعمل فيها. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش هكذا خياتي. انا ما بغيت نقطع معكم والو، خاصه لبنيتنا المبتدئات يدخلوا الكوزينه هكذا بيتعلموا مليح، وكل واحد يدير الصديق حرفه في يده هكذا راح يتعلمها ويسيبها المستقبل تاعو ان شاء الله يا رب العالمين. الحلوه تاع اليوم خياتي تستاهل التجربه هكذا خياتي. بعد ما نديروا هذيك الفرينه يعني عينكم هي ميزانكم، تحسوا بلي لاباط تاعكم هي اون بات طريه باش تجيكم الحلوه تاعكم طريه، لانه لو كان تقصحوا لاباط تاعكم وتزيدوا الفرينه راح تخرج لكم لاباط تاعكم يابسه، يعني خلوا لاباط تاعكم طريه. لهنا بعد ما درنا هذيك الفرينه نزيدوا معاها كيس تاع خميره كيميائيه اللي هي كيس تاع 10 غرام هكذا يا خياتي. خلطوهم كامل مع بعضهم، يعني اني نوريكم لهنايا دائما تستو باليد تاعكم اليسرى هكذا خياتي. دائما شوفوا اليد تاعكم اليسرى، كتسيو باليد تاعكم اليسرى حسوا بلي لاباط تاعكم راهي مطمومه راهي مواسيه. انا لهنا وريت لكم كيفاش تستيتها. استدير دائما اليد اللي نكونوا نخدموا بها ما راحش تعطينا استدير هذاك القوام اللي نحوسوا عليه، دائما سيو باليد تاعكم اليسرى. لهنا بعد ما كملت مع لاباط ديروها في ساشي، خلوها تريح على جهه، ونقبضوا طبيسي هكذا صغير. حنديروا الحشوه اللي رايحين نستدير نستعملوها في لي بول تاعنا. هذه الحشوه راح تجيكم ولا اروع.
الحشوه تاع اليوم تجي بنينه، فيها لا نوا كوكو، هنايا درنا 3 مغارف تاع لا نوا كوكو، زدت معاها حق مقدار تاع 5000 تاع حلوه الترك، ونزيدوا نليموها لهنايا، نجيبوا كونفيتور ونليموها بلا كونفيتور هكذايا. لهنا الكونفيتور ديروا غير بالعقل حتى تتلم لكم الحشوه تاعكم. لهنا وعلى حساب لا كونتيتي، استدير لكم راح تصنعوها، الا بغيتوا تدبلوا المقادير يعني راح ندبلوا في لا كونتيتي تاعكم هكذا يا خياتي. بهذه الطريقه يعني نلموها غير بالعقل يعني حاجه سهله مالا، غير بصباحتين تاع يديكم تبغوا بلا مغرف، غير بصباحتين تاع يديكم تطيق تتلايم لكم هكذا حتى نحسوها باللي تلايمت لنا، يعبر ما نطيقوا كيما نقولوا حنا ما تقعد سائله، نديروا بها اون بول هكذا. جيبوا بالمغرف تاعكم، يعني خدموا خدمتكم تكون نقيه باش مستدير ما يقواش عليكم الماعين، ما يقواش عليكم التعب هكذا. توجدوا صوالحكم كامل قدامكم وتبداو تخدموا في الكرات تاعكم. نقبضوا هذا الحشوه نديروها هكذا يا كرات. لهنا اللي عنده الميزان تبغي توزن، يعني دير لي بول تاعها قدامها وتوزن. لهنا درنا الميزان تاعنا ودرنا العجينه تاعنا درناهم دي بول وشفناهم لهنا بالميزان. الميزان راهو امامكم، كل بوله شحال استدير شحال راح تكون في لابول هكذا خياتي، تحت 1.2 حتى 1.3 كما نقولوا حنايا. وتبداو ديروا في البوله تاعكم، ما تزيدوا فيها الحشوه وتزيدوا فيها استدير تزيدوا معها الكاوكاو ولا القفرات ولا الحاجه اللي راكم ترمدوا فيها، يعني هذيك هي الحبه تجيكم تاعكم في العبر، تجيكم الحبه تاعكم استدير ماشي كبيره وماشي صغيره، يعني تجي ديك الحبه المتحوفه الشابه، ماشي ديك الحبه الكبيره الباسله. كل ما نزيدوا في استدير في الغرامات تاع العجينه. ولا هنا عينكم ميزانكم، واللي ما عندها استدير الميزان دير بعينها، عينها ميزانها. كل ما تكون الحبه في الوسط كل ما تجيكم الحبه متحوفه. لان كما شفتوا خياتي جبنا هذيك الحشوه نديروها في وسط لاباط هكذا. درت معكم الاولى، نزيد معكم الحبه الزوجه هكذا، نشكلوها على شكل حفره ونعاودوا نبلعوها بهذه الطريقه هكذا باش ما تخرجلناش هذيك الحشوه. ولا هنا ونعاودوا نكوروها، يعني كما يقولوا ناس بكري تاكل العين قبل الفم. الحاجه تاعنا كي نخدموها نسيو نتحفوها باش تجينا حاجه شابه. لأن كملتهم على الشكل دوائر كما راكم تشوفوا، كما تقدروا ديروهم على الشكل مستطيلات ثاني يعطيكم الشكل شباب. لهنا ندخلوهم الكوشات، ديروا الكوشات تاعكم تشعل لكم من تحت، يعني نهار قليله بعد ما تواسيكم من تحت شعلوا لها شويه من الفوق تحسوها راهي طيبه، يعني ما تقعد لكمش خضراء هكا تجي حميمه، تجي هذيك اللون تاعها كما نقولوا حنايا الاصفر تجيكم شابه. لهنا بعد ما طابت نجيبوا هكذا لا كونفيتور نديروا معاه 2 مغارف ولا 3 تاع ماء الزهر، نسخنوه ونخلطوه مع لا كونفيتور ونرطلوا به الحبات تاعنا بهذه الطريقه هكذا باش ما يرفدلكمش بزاف. كيما تقدري تحطي كيما نقولوا الحبات تاعك في الحشو، لكن هكاك العمليه راح كيما نقولوا حنايا يديك يطلصوا بلا كونفيتور وتزيدوا مع القفرات استدير تواسيكم كامل الخدمه تاعكم ما تجيكمش مفينيه وما تجيكمش نقيه هكذا. يا غير بهذه الطريقه يجيكم الخدمه تاعكم نقيه. الحبيبات تاعكم يجون نقيين. زدت معكم حبه واحده اخرى خياتي هكذا تاكلوها بالصحه والهنا. والحلوه تاع اليوم تستاهل التجربه، ما كنتش رايحين تندموا فيها خياتي، جربوها وراح تندار لكم على وقفه هكذا خياتي. نزيدوا الحبيبه الثانيه، لكن دائما كي تكونوا تسقموا الوجه تاع الحبه تاع الحلوه تاعكم باش تجيكم متحوفه هكذا، يعني رمدوها مليح ما تخلوش هذوك الكوانات تاعها يقعدوا فارغين بهذا الطريقه هكذا. الحلوه تاع اليوم حلوه ولا اروع، يعني خياتي جربوها ما راحش تندموا فيها. وإلا عجبتكم ما تنساوناش بالجام. لأنا خياتي انا بعد ما كملتها كامل كانت عندي شويه تاع شوكولاته. لهنا التزيين اختياري، تبغوا ديروها بالقفرات، تبغوا ديروها بالكاوكاو، تبغوا ديروها بلا نوا كوكو. لهنا انا بقاو لي حبيبات زدت كملتهم بلا نوا كوكو، ما بقاتليش كفرات. يعني راكم تشوفوا في الشكل تاعها كيفاش جات دايره حلوه راقيه تستاهل التجربه. هاي الشكل النهائي تاعها راهو قدامكم، يعني جات هشيشه تذوب في الفم وتحمر لكم وجوهكم قدام ضيافكم. شوفوا الشكل تاعها كي جا شباب بزاف تستاهل هكذا خياتي. ولا انا دوك نقسم معكم حبه للمصداقيه راحين تشوفوها وتشوفوا كيفاش جات استدر القوام تاعها وكيفاش جات هشيشه. وما دوك تشوفوا خياتي. وإلا عجبتكم ما تنساوناش بالجام فضلا وليس امرا، تشوفوا كيفاش ديروا فيها الخدمه تفوت لكم الذوب في الفم. يعني وشوفوا ذيك الحشوه تجي من الداخل معسله تجي بنينه مع راهي بلا صدق بحلوه الترك. اكيد البنه تاعها هبال تاع الهبال هكذا خياتي. يعني وسيت لكم منها شوف كيفاش تجي طريه،
يعني وإلا عجبكم الفيديو تاع اليوم خياتي ما تنساوناش بالجيم الاشتراك، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.